اهلا بكم، معكم محمد السيد، برنامج درافت. النهارده هنتكلم عن فريق من الستة الكبار. لا، هو مش من الستة الكبار، هو الكبير، يعني هو اكبر حاجه في السوق حاليا، اكبر حاجه في اوروبا، اكبر حاجه في انجلترا، واجمد حاجه في اي حته واي مكان. هو مانشستر سيتي، يعني مكتسح الكون. طبعا مانشستر سيتي فرقه غنيه عن التعريف، مش يعني احنا بس جاي دلوقتي هنتكلم في حاجات اللي هي مانشستر سيتي هتلعب ازاي السنه دي. فمبدئيا كده السيتي السنه اللي فاتت الخطه اللي خلته اكتسحت اوروبا هي كانت الدبليو ام او 3-2-2-3، طبعا بوجود هالاند قدام ودي بروين في النص وستونز بيبقى موجود في نص الملعب. طبعا الطريقه دي قلبت الدنيا، بس خلينا كده نشوف السنه دي هل السيتي هيتبع الطريقه دي ولا هيغير طريقته لحاجه تانية. والله الماتشات الوديه السيتي كانت اغلب ماتشاته بيلعبها 4-2-3-1. قلنا يمكن عشان دي بروين مصاب مثلا، الخطه او الاسلوب ده مش اللعيبه مش بتطبقه باحسن حاجه. بس يعني ماتش الكاس اللي هو الكوميونتي شيلد كان بيلعب النهارده، دي بروين لعب. طبعا لما نزل فرق مع الفرقه كتير، بس برضه ما لعبوش بملعب، فضل مكمل 4-2-3-1 بنفس الطريقه. فنبتدي نتكلم عن خط في السيتي. الهجوم هالاند لا غبار عليه طبعا عند الناس كلها، دخل على 90% اختيار في التشكيلات. ما ينفعش ميبقاش موجود عندك هالاند، يا اما ما تلعبش اصلا. يعني مش عارف ال10 اللي في المية دول بيفكروا ازاي اصلا او بيلعبوا ايه. هالاند البديل بتاع هالاند الفاريز كنا ممكن نقول عليه اختيار كويس ب6.5 لو دي بروين ما كانش راجع من الاصابه او كان لعب الماتش بتاع الارسنال. يعني كان ممكن يبقى كويس بحيث ان هو يلعب مكان دي بروين تحت هالاند او جنبه، فكان هيبقى اختيار كويس. بس اعتقد كده هيبقى لسه دكه زي ما هو، ولو هو مع وجود صعوبه ان الفاريز يلعب على الطرف. يعني انا ما اعتقدش ان انا شفت الفاريز قبل كده بيلعب على الطرف. فكده خلصنا الهجوم، نبتدي نتكلم عن نص الملعب. دي بروين ب10.5. مشكله ان هو اتصاب في نهائي التشامبيونز ليج فما حضرش الفتره التحضيريه ولسه راجع يلعب. اول ماتش نزل نص ساعه في ماتش الارسنال، فانا شايف ان احنا نستنى شويه. الراجل لو في فورمته بيعمل حاجات عظيمه، وب10.5 مش غالي زي كل سنه، فاعتقد ان هو هيبقى مفيد جدا. طبعا الاطراف جريليتش وفودن. اعتقد فودن السنه دي هو هيبقى اساسي، يعني مع احتمال رحيل برناردو، وكده كده محرز مشي تمام. فاعتقد المكان ده مفيش غير فودن. انا شايف ان فودن هيبقى اختيار كويس ب7.5. يعني شايف ان هو احسن من جريليتش. يعني جريليتش برضه من نوع اللعيبه اللي هو بيبقى حابب ان هو يعمل اسيست اكتر، يعني هو بيخش لجوه بالكوره بتاع، بس ما بيشوطش على الجون كتير، عكس فودن اللي هو تحس ان هو بينزل يفرك عشان يجيب جول. فانا شايف فودن من نص الملعب هيبقى اختيار كويس جدا. طبعا نروح للدفاع. ستونز ب5.5. مش شايف ستونز هيبقى بنفس القوة اللي كان عليها ستونز السنة اللي فاتت. ما اعتقدش ان جوارديولا هيلعب تاني 3-2-2-3 وستونز يلعب في النص. يعني هو كان كويس ان هو كان بيلعب في نص الملعب، بيروح عند الجون اكتر، بيتقدم. بس السنة دي هيبقى ستونز اعتقد 4 ورا، هيلعب هو مع ال4 اللي ورا عادي جنب روبن دياز. برضو روبن ب5.5. جافريدول اللي لسه جاي هنشوف هينزل بكام. اكي واكانجي ب5. وولكر لو ممشيش هيفضل موجود ب5. عندنا كمان كانسيلو، بس ما اعتقدش ان كانسيلو هيلعب خالص. يعني كانسيلو ما اعتقدش ان هو جوارديولا هيخليه يشمها، فلو بتفكر شيله من حساباتك خالص. وفي كمان لابورت لسه ممشيش، بيدوروا له على فريق يشتريه. فالدفاع في السيتي زحمه، يعني ناس كتير. انا مش شايف حد مضمون في دفاع السيتي غير روبن دياز. يعني انا شايف لو انت هتجيب ستونز او روبن دياز، لا انا شايف روبن دياز احسن، على الاقل ضامن ان هو بيلعب اساسي. انما ستونز ممكن يغير باي وقت، ممكن يغير باي حد.
بس الميزه ان هو لما لو لعب في نص الملعب هيبقى خطر. فبرضه كل ده هيبان لسه مع ماتشات الدوري، هيلعب فين وهيلعب ازاي. فانا مش شايف ان انت تاخد الريسك وتجيب ستونز في الاول. طبعا ايدرسون بخمسة ونص، هو ممكن لو حد مضمون من دفاع السيتي هات ايدرسون، بس برضه جون بخمسة ونص في الزمن ده بالاسعار اللي احنا بنشوفها دلوقتي دي اعتقد كتير برضه. والله بص، انا مش هتكلم على جدول السيتي لان بالنسبه للسيتي هي مش فارقه. يعني هو جدول السيتي فرق صعبه فرق سهله، هو بيخش يكسر في كله ويشوط في كله. فطبعا لو مين مهمين من السيتي وتبتدي بيهم، هالاند. انا شايف عن نفسي في نص الملعب فودن كويس جدا. شايف في اتنين في السيتي ممكن يبقوا حاجه كويسه لو خدوا فرصتهم انهم يلعبوا. شايف بالمر نزل جاب جول في ماتش الارسنال كويس جدا، لعيب بيشوط على الجول كتير، لسه سنه صغير، واعتقد مع قله اللعيبه واللعيبه اللي بتمشي دلوقتي ممكن الناس دي تاخد فرصتها. واللعيب التاني ريكو لويس. ريكو لويس اصلا باك، فاعتقد ان هو ممكن يبتدي يلعب زي ما كان كانسيلو بيلعب، هو باك ويخش في نص الملعب شويه، فهيبقى برده مفيد وكويس، وخاصه ان سعره 4.5. فلو الراجل ده بقى اساسي اعتقد ان هو هيبقى الصفقه الرابحه في دفاع السيتي. بس كده، ده كل حاجه عن مانشستر سيتي وشكرا.